في حاجات في الحياة ملهاش كتب ولا كورسات ولا بيتعلموها في المدارس، بس هي أهم من أي شهادة. دي دروس نفسية محدش بيقولها، ولو فهمتهم كويس هتعرف تتعامل مع الناس، مع نفسك، مع الحياة، مع أي حاجة من غير ما تتحرق أعصابك كل شوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا 7 حقائق مهمة جدا، بس قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الحقيقة الأولى، أنا مش نافع، أنا فاشل، أنا ضعيف. يبقى ما تستغربش لما تبقى مكتئب أو فاشل فعلا. ابدأ من دلوقتي تقول لنفسك أنا بتعلم، أنا بتطور، أنا أقدر. لأن العقل الباطن مش بيهزر، هو بس بينفذ اللي بتقوله لنفسك. الحقيقة التالتة، كل تأجيل بيسرق من عمرك مش من وقتك. أكتر كذبة بنضحك بيها على نفسنا هي هبدأ من بكرة، مش الوقت المناسب دلوقتي. بس اللي ما يعرفوش أغلب الناس إن بكرة ده مش هيجي لو ما بدأتش دلوقتي. كل تأجيل معناه قرار بعدم الإنجاز، وكل مرة تقول بعدين بتاخد خطوة لورا. النجاح مش بيجي بخطة مثالية، بيجي بخطوة صغيرة النهاردة مش بعدين. الحقيقة الرابعة، مش كل الناس تستاهل تعرفك على حقيقتك. في ناس لما تفتح لهم قلبك بيستخدموه ضدك، وفي ناس أول ما تحكي لهم مشاكلك يشوفوك أضعف. خلي دايما في مساحة بينك وبين الناس حتى لو قريبين. الاحتفاظ بجزء من نفسك لنفسك مش قلة ثقة، ده احترام لخصوصيتك النفسية. الحقيقة الخامسة، اللي بيأذيك مرة هيأذيك تاني لو سامحته بسهولة. في ناس لازم تخرجهم من حياتك حتى لو بتحبهم. مش كل مرة تسامح تبقى طيب، أوقات تبقى ساذج. الناس اللي بتكسرك وبتستغلك مش دايما يستحقوا فرصة تانية. خليك طيب بس مش غبي. الحقيقة الستة، السلام النفسي أغلى من الحب، من الصحوبية، من أي علاقة. لو في علاقة بتخليك متوتر أو خايف أو مضغوط يبقى لازم تراجع نفسك. العلاقات السليمة بتديك أمان مش قلق، وأقرب الناس ليك لو بيسببوا لك أذى نفسي يبقى قربهم غلط. الحقيقة السبعة، مفيش حد هيجي ينقذك غيرك. الناس مشغولة والحياة سريعة، ما تتوقعش إن حد هيشيلك من ضلمة حياتك للنور. أنت المسؤول عن شغلك، عن نفسك، عن دماغك، عن حياتك. أول ما تفهم إن محدش هينقذك ساعتها هتبدأ تطلع من الحفرة بنفسك، خطوة بخطوة. الحياة مش سهلة، بس لما تفهم نفسيتك وتعرف ازاي تحميها هتعرف تعيش مرتاح حتى وسط التعب. راجع الدروس دي كل فترة، وفكر نفسك دايما انك مش لوحدك، بس لازم تبقى سند نفسك الأول. وبكده تكون خلصت 7 حقائق النهاردة. أشوفكم في حلقة جديدة. سلام.